هل فعلا الكلام المنتشر على أكتر من موقع وأكتر من حد بيتداوله الآن إن آخر موعد لانتهاء شهادات ال27% يوم الخميس الجاي اللي هو بكرة؟ هل فعلا الكلام ده صحيح ولا لأ؟ ولو احنا عاوزين نربط الشهادات، الأفضل نربطها إمتى بالظبط؟ يلا بينا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه خالص دعواتنا وتحياتنا لاخواتنا واهلنا في فلسطين وفي السودان وفي كل الدول العربيه اللي بتمر بكرب عظيم. ربنا ينصركم ويصبركم ويرحم كل الناس اللي ماتت ويزيح الغمه دي في اقرب وقت ان شاء الله. طبعا يا جماعه في كلام منتشر على اكتر من موقع واكتر من حد بيتداوله ان اخر موعد لانتهاء شهادات ال27% او ال23.5% من البنك الاهلي ومن بنك مصر هو يوم الخميس الجاي اللي هو بكرة. فهل فعلا الكلام ده صحيح؟ خلينا اقول لك مبدئيا الكلام ده مش صحيح، والكلام ده لحد الان مفيش بيه اي تصريح رسمي لا من مسؤول في البنك الاهلي ولا من مسؤول في بنك مصر. لكن خلينا اقول لك ليه الناس بترجح ان هي ممكن تبقى يوم الخميس الجاي اللي هو بكرة. الناس دي استندت على حاجتين. اول حاجة استندوا على تاريخ انتهاء شهادات ال25% السنة اللي فاتت، كانت انتهت برضو يوم 31 يناير 2023، وكان مد يومين من خلال الاونلاين ان الناس تقدر تشتريه. يعني كان موعد انتهاء شهادات ال25% يوم 2/2/2023 السنة اللي فاتت. فالناس برضو رجحت نفس الكلام، ان انت عندك يوم الخميس هيبقى يوم 1/2، وبالتالي يوم الجمعة هيبقى يوم 2/2، فبالتالي اخر موعد هيبقى في البنوك يوم الخميس الجاي. تاني حاجة رجحوا ليها ان اجتماع البنك المركزي يوم الخميس الجاي اللي هو بكرة، فرجحوا ان ممكن البنك المركزي يدي اشارة لبنك مصر والبنك الاهلي مثلا ان هم يوقفوا خلاص شهادات ال27%، مقابل بقى ان ممكن البنك المركزي يصدر قرار الفايدة ان هو مثلا لو ثبت الفايدة خلاص هتبقى الفايدة ثابتة والشهادات اللي موجودة زي ما هي، او ممكن مثلا يبقى في قرار تاني ويرفع الفايدة فيبقى في رفع بقى على الشهادات سواء الشهادات الثلاثية او ينزلوا شهادات جديدة. فالناس رجحت ان هي في الاغلب هتبقى يوم الخميس الجاي اللي هو بكرة. لكن زي ما احنا بنقول يا جماعة لحد الآن مفيش حاجة رسمية، مفيش تصريح رسمي، مفيش قرار رسمي من أي مسؤول لا من البنك ده ولا من البنك ده إن فعلا آخر موعد ليها يوم الخميس الجاي. فالشهادات لحد الآن مستمرة. طبعا احنا من بعد ما الشهادات اتطرحت كنا جبنا تصريح الأستاذ محمد الأتربي رئيس بنك مصر في الحلقة دي، ووضحنا وهو قال بالنص كده إن هو بيتوقع إن شهادات ال27% تستمر حتى نهاية شهر يناير وأوائل شهر فبراير. طيب اتسأل ليه هتستمر للمدة دي؟ قال لأن شهادات ال25% السنة اللي فاتت كانت استمرت للمدة دي لحد أوائل شهر فبراير، زي ما قلنا انتهت في 31 يناير واستمرت يومين لحد 2 فبراير تقريبا. فهو كان بيتوقع ان هي تستمر لنفس المدة دي عشان أصحاب شهادات ال25% لو عاوزين يخرجوا من شهادات ال25% بعد ما تنتهي طبعا وتستحق ويربطوا شهادات ال27% تبقى الشهادات متاحة ليهم ويقدروا يربطوها. والكلام ده احنا وضحناه وقلنا ده الغرض اساسا من شهادات ال27%، ان شهادات ال25% ما تخرجش للسوق وتزود التضخم. فبالتالي اخر موعد او على الاقل الموعد المبدئي ليها من المفترض يبقى يوم 2/2 اللي هو 2/2 اللي جاي. لكن طبعا احنا قلنا ان 2/2 هيبقى يوم اجازة، فالناس بترجح ان هي تبقى الخميس، لكن لحد الان مفيش قرار رسمي يا جماعة ان هي يوم الخميس. فالشهادات لحد الآن مستمر. أنا عندي توقع إن هي ممكن تستمر أكتر من المدة اللي استمرتها شهادات ال25%. لكن أنا نصيحتي للناس اللي هي مقررة تربط الشهادات، الأفضل تربط الشهادات على طول. يعني أنت لو معاك فلوسك وحابب تربط الشهادات الأفضل تربطها النهاردة قبل بكرة، عشان ما تجيش تتفاجئ إن هي انتهت، أو تيجي تتفاجئ مثلا إن هي مش هتبقى متاحة غير من خلال مثلا الأونلاين النهاردة وبكرة، وأنت مش مفعل الأونلاين أو مش بتعرف تتعامل معاه أو مش بتعرف تتعامل مع الاي تي ام فما تقدرش تشتريها. وانا بقول للناس اللي هي مقرره تشتريها، الناس اللي هي مثلا بتعتمد على العائد الشهري وعاوزه عائد كل شهر، او الناس اللي هي بتحب الشهادات، عشان الناس ما تدخلناش في نقطه ان احنا بنقول لهم روحوا اربطوا الشهادات والشهادات كويسه والكلام ده. انا وجهه نظري الشخصيه وبقول الشخصيه الخاصه بيا، انا شايف ان الشهادات كويسه. وليه بقول كويسه في الوقت الحالي؟ لان الناس معذوره، هي الناس مش عارفه هتعمل ايه. انت عندك الذهب مرتفع جدا، عيار 21 يا جماعه ب 4000 جنيه، فسعر عالي جدا جدا على اسعار الذهب. وفي نفس الوقت الناس ما كانتش حابه تعمل شهادات، لكن مقابل ان هي كانت هتروح لذهب فالذهب عالي. لكن انا بقول الناس اللي عاوزه تشتري الشهادات
الافضل تشتريها النهارده قبل بكره. لكن الناس اللي مش حابه الشهادات والناس اللي شايفه الذهب مرتفع، فانا بفضل برضو في الوقت الحالي حسابات التوفير اللي هي بفايده عاليه، سواء الحسابات الشهريه او الافضل منها كمان الحسابات اليوميه، ودي احنا عاملين بقى حلقات على القناه. فزي ما بنأكد تاني يا جماعه، شهادات ال 27% هتنتهي الخميس الجاي، مفيش قرار رسمي بالموضوع ده ومفيش تصريح رسمي بالكلام ده، فهي مستمره لحد الان محدش عارف هتنتهي امتى. لكن لو مقرر تشتريها الافضل تشتريها النهارده قبل بكره. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.